يا جماعة أنا نفسي أحكي كتير جدًا في الفيديو ده، بس لو حكيت هانسى أحكي لكم خطوات الوصفة عاملة إزاي. المهم إن الفيديو ده مهم جدًا تشوفوه للآخر، أنا حاولت أخلّيه يعني أقصّر وقته بس يعني ما قدرتش. وصفة الcinnamon rolls من أساسيات الصفحة عندي من 10 سنين. وناس كتير جربوها وعجبتهم جدًا، جدًا. أنا هابدأ على طول في الوصفة، بس هتلاقوا كل الرغي بقى والحكاية من أولها في الpost مكتوبة. أول حاجة في الوصفة دي بنعمل مهلبية، وده سر الطراوة وما تستغربوش. هنحتاج للمهلبية معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين سكر، ومعلقة ونص نشا، وفانيليا، وكوباية لبن. وبعد كده هنسيبها تبرد تمامًا، وهنغطيها بكيس حراري مش بstretch film. وبعد كده هنعمل الخميرة، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة ومية ربع كوباية، وهنسيبها تشتغل. بالنسبة للمواد الجافة هنحتاج 3 كوبايات ونص دقيق، وهنسيب نص كوباية على جنب، وممكن نحتاجها وبنسبة كبيرة هنحتاجها. بعد كده هنحط نص كوباية من السكر البودرة، معلقة بيكنج صودا وبيكنج باودر، ورشة ملح، ونبدأ إن احنا نشتغل. هنسيح ربع كوباية من الزبدة، ما تكونش سخنة، تكون بس سايحة على البارد، وبضاية والمهلبية، وهنخلط كله مع بعضه ونبدأ نضيف الدقيق. بصوا بقى هنا القوام ده لسه كده العجينة طرية. هنبدأ نزود تدريجي نص كوباية الدقيق. زودت شوية واشتغلت، وبعد كده زودت تاني لغاية لما وصلت لقوام العجينة المطلوب، اللي هي نوعا ما متماسكة ولكن فيها تلزيقة. التلزيقة دي مهمة جدا، هي دي اللي بتدي قوام حلو جدا للفائف القرفة. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنسيبها بقى ونغطيها ونسيبها تخمر. تاني بقول لكم ممكن تحتاجوا أكتر من 4 كوبايات دقيق، بيرجع لنوع الدقيق. هنا بقى الحشوة، وخدوا بالكم في طريقتين للحشوة، فانتوا اعتمدوا اللي انتوا تحبوها. بصوا شكل العجينة خمرت ازاي تجنن. الحشوة بقى هنا عبارة عن ايه؟ الحشوة العادية، سكر بني والزبدة والقرفة، وبنزود معاها معلقة دقيق. دي ما ظهرتش في الجزء اللي فات، ودي مهمة جدا عشان بتربط الحشوة وما تخليهاش تطلع بره العجينة وهي بتستوي. انا هنا قسمت العجينة جزئين، ممكن تعملوها جزء على مرة واحدة. ده طبعا بتختلف بقى انتوا عايزينها تبقى كبيرة ولا صغيرة على حسب. دي أول طريقة للحشوة، إن الزبدة في درجة حرارة الغرفة، وببدأ إن أنا أخلط كله مع بعضه وأفردهم مع بعض. الحقيقة أنا حبيت الطريقة التانية اللي هتشوفوها دلوقتي، بتتفرد بالطريقة دي وبنلف الرول. ده بقى الطريقة اللي أنا حبيتها أكتر. بندهن العجينة بالزبدة، بتكون في درجة حرارة الغرفة، بندهنها كويس جدا كلها. وبعد كده بنجيب بقى خليط السكر والقرفة والدقيق، وبنقلبهم مع بعض وبنرشها بالشكل ده، وبنبدأ بقى نبطط أو نخبط على السكر لغاية ما يندمج تماما مع الزبدة ويبقى طبقة واحدة. وده مهم جدا، لازم يبقى ثابت بالشكل ده على العجينة عشان ما يبقى ما يفرطش منها. وهنلف بقى بالطريقة دي، نحاول ان احنا واحنا بنلف نضغط نطلع اي هوا عشان تبقى ملفوفة مظبوط. هنخلص كل اللف وكل الرول، ونبدأ ان احنا نقطعه ونرصه في صينية تكون مدهونة زبدة، الورق محطوط ورق خبز ومدهون زبدة، وده مهم جدا. انتوا هنا هتلاقوني نقلت من الصينية دي لصينية أصغر علشان يبقوا جنب بعض ويدونا شكل صينية السينامون رولز اللي احنا بنشوفها في الصور وبتعجبنا جدا، وهتشوفوا شكلها هيطلع ازاي. ده بقى الأطراف اللي طلعناها من العجينة، جمعناها مع بعض وهنعمل ميني سينامون رولز لطيفة جدا. وبصوا شكلها عامل ازاي، بتبقى في منتهى اللذاذة وحلوة قوي. برضو هتتلف بنفس الطريقة، بس بنقطعها شرايط كده الأول، وبعد كده بنلفها بالشكل ده. هنسيبهم بقى يخمروا تاني، يعني لو تقدروا نص ساعة ساعة مفيش مشكلة خالص. على بقى ما يخمروا نجهز الصوصات. أول صوص هو الكريمي تشيز، الصوص الأبيض، ده عبارة عن 3 معالق من الجبنة الكريمي أي نوع تحبوه، وحوالي نص معلقة كبيرة من الزبدة، وربع كوباية من السكر البودرة، بس كده. وصوص الكراميل طبعا المحبب للنفس، وهتلاقوا الطريقة واللينك في التعليقات. دلوقتي بقى اللفائف
خمرت هنجيب بقى كريمة ونحطها بالشكل ده ونحاول ننزلها كده تحت السينامون رولز. بتفرق جدا في السوا، ودي الإضافة الجديدة الوحيدة في الوصفة دي. بس كده نحطها بقى في الفرن وبتطلع بالشكل الرهيب ده، خطيرة حلوة جدا. أنا فعلا استمتعت وأنا بصور الفيديو ده رغم إن كان تصويره متعب جدا جدا وأخد وقت، بس حقيقي وصفة تستاهل، في منتهى اللذاذة، ناجحة، وناس كتير جدا جربوها، ويا ريت اللي جربها وشاف الفيديو ده يكتب يقول رأيه فيها، وهسيب لكم كل التفاصيل في التعليقات. وبألف هنا وشفا.